نخرج في هذه المسيرة بمدينة الدار البيضاء لكي نوجه رسالة إلى إخواننا في فلسطين، نقول لهم إننا نحن معكم قلبا وقالبا، نقول لهم مزيدا من الصبر، مزيدا من الصمود. لقد قمتم بواجبكم وقمتم بالتزاماتكم إزاء فلسطين وإزاء القضية وإزاء القدس. لقد قدمتم الشهداء وقدمتم الأسرى وقدمتم الجرحى وهدمت بيوتكم. إننا نقول إن الأنظمة قد تخاذلت عن النصرة، إن الأنظمة قد تقاعست، قد باعت واشترت في القضية، وإننا نقف في هذه المسيرة كشعوب لا نملك حولا ولا قوة إلا الدعاء لكم، إلا هذه المسيرات، إلا بعض الأشكال التضامنية وأشكال النصرة البسيطة التي لا يمكن أن ترقى للقيام بالواجب. لماذا؟ لأننا نحن إذا كانت فلسطين معتقلة، إذا كانت فلسطين أسيرة، فإن الأنظمة وإن الشعوب العربية كذلك أسيرة ومعتقدة للاستبداد ومعتقلة للفساد. فإن تحرر أوطاننا هو جزء من تحرر فلسطين، هو جزء من عتاق الشعب الفلسطيني، هو جزء من إعادة القدس. في مسيرة شعبية لنصرة إخواننا في فلسطين وغزة، نستنكر ما يقع عليهم من ظلم، يقتل أبناؤهم ونساؤهم ورجالهم، وقضيتهم قضية عادلة، يطالبون بما تتمتع به الشعوب كلها من حرية التنقل ومن حرية التجارة ومن حرية التعبير. إلى متى يبقون تحت الاحتلال وقد فرغ العالم من موضوع الاستعمار من مدة؟ هذه قضية عادلة تستحق هذه المسيرة وأكبر من هذه المسيرة. نخرج في هذه المسيرة الشعبية التضامنية التي دعت لها مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والمجتمعية من أجل أن نعلن أولا تنديدنا بالأشكال الهمجية وبالعداء الهمجي للكيان الصهيوني، وأيضا لتضامننا مع إخواننا في غزة العزة، وأيضا للاحتفاء بالبطولات وبالانتصارات التي تحققها المقاومة. إذا كانت إسرائيل تندحر فإن المقاومة تنتصر. فألف تحية لإخواننا في غزة، وألف تحية لكل من ساند ولكل من حضر وأحضر وحاضر. من خلال هذه المسيرة التي يشارك فيها الآلاف من سكان الدار البيضاء، والتي تنضم إلى العديد من المسيرات والمئات من الوقفات التي كانت في المغرب كله منذ أول يوم للاجتياح الغاشم للكيان الصهيوني على إخوتنا في قطاع غزة. نحن اليوم هنا في الدار البيضاء نقف في هذه المسيرة الشعبية التضامنية لكي نعلن لكل من يسمع ولكل من يرى أننا نشجب ونستنكر ما يقع لإخوتنا في قطاع غزة، أننا نشد على أيدي المقاومة ونقول لهم بأنهم آخر خط يدافع عن كرامة الأمة الإسلامية، وأنهم لا يدافعون فقط عن فلسطين وعن غزة ولكنهم يدافعون عن الأمة الإسلامية ككل. نعلن تضامننا المطلق واللا مشروط مع إخوتنا في غزة في محنتهم، كما أننا ندين هذا الصمت العربي المخزي وهذا التواطؤ المكشوف للأنظمة العربية الذي لم يعد يكفي معه تلك الرتوشات من التصريحات المحتشمة، بل لا بد من موقف جريء وموقف شجاع يكون في مستوى الحدث، وإلا فإن هذه ما يقع اليوم في قطاع غزة سيبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية جمعاء. كما أننا من خلال مشاركتنا في هذه المسيرة ندين صمت المنتظم الدولي الذي لطالما صم آذاننا القيم الإنسانية وقيم حقوق الإنسان. أين هي هذه القيم الآن من الدم الفلسطيني الذي يراق ويسفك مع شعب فلسطين ومع غزة الأبية، غزة المقاومة، غزة النصر، وغزة الإنسان. هي مشاركة من أجل التنديد بجرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل والكيان الصهيوني الغاشم المحتل ضد أبنائنا في غزة وفلسطين بشكل عام. هي مشاركة للقول على أن غزة ليست وحدها، وعلى أن كلنا بجانبها، وعلى أن المقاومة هي الحل، وعلى الانتفاضة هي الحل، وعلى أن الصمت
الصمت القاتل التي يمارسه المنتظم الدولي وتمارسه دولنا وأنظمتنا هو صمت مشجع على الإرهاب، هو صمت يقتل بشكل يومي أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، وهو صمت يدمر المدارس ويدمر المستشفيات، وهو صمت يشجع على القتل ويشجع على الدم. لنوصل رسالة سلم من الدار البيضاء إلى غزة، ورسالة تضامن من الدار البيضاء إلى غزة، ورسالة محبة لدماء الشهداء التي سقطت في غزة، وأيضا هي رسالة تلعن الصمت القاتل والصمت المشجع للإرهاب. أعتقد بأن تضامننا اليوم هو تضامن طبيعي ومنطقي، فأنا أعتقد بأن كل المغاربة الذين ولدوا بعد النكبة وبعد الاستقلال يعتبرون أن استقلال بلادهم ناقص ما دامت فلسطين محتلة، ويزيد من هذه الاعتقاد ومن هذه المحنة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان في غزة، ليس فقط في غزة ولكن في كل فلسطين. فالتجويع والخناق والحصار هو أيضا تعذيب وعدوان لا يمكن أن يوصف إلا بأنه عدوان غاشم. لذلك هيئة المحامين بالدار البيضاء شاركت في هذه الوقفة مشاركة رمزية للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. بالدم نفديك يا شهيد، بالراح 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 بالدم.